مرحبا. هل تعاني من ارتجاع المريء؟ إذا كانت لديك أعراض مثل حرقة المعدة أو ارتجاع محتوى حامض إلى فمك أو ألم غير معتاد في الصدر، فعليك إدارة الأعراض من خلال تغييرات في نمطنا الحياة. تأكد من وجود فجوة من 2 إلى 3 ساعات بين وجباتك والاستلقاء. لا تستلقي مباشرة بعد تناول الوجبة لأن ذلك سيزيد من الارتجاع. إذا كان بالإمكان، حاول أن تمشي لمدة 2 إلى 3 دقائق مباشرة بعد تناول الطعام. عندما تكون نائما، حاول التأكد من أن رأسك ليس مرتفعا. استخدم وسادة إضافية أو وسادة مائلة لإدارة الأعراض. تجنب الأطعمة الحارة والمقلية بعمق والدهنية بما في ذلك المحتويات الحامضة لتقليل أعراض الارتجاع، لأنها تميل إلى إرخاء العضلة العاصرة السفلية للمريء. إذا استمرت الأعراض رغم هذه التدابير، فعليك استشارة طبيب الجهاز الهضمي. قد نرغب في إجراء تنظير داخلي ودراسة حموضة لمدة 24 ساعة لإدارة الأعراض بشكل أفضل.